الفراعنة كانوا بيقدسوا الموت، ومع ذلك في مدن فرعونية كاملة عاش فيها آلاف الناس ومفيش ولا قبر واحد اتعمل فيها، لا مقابر ملكية ولا قبور شعبية. إزاي ده حصل؟ واللغز ده لحد النهاردة محير العلماء والآثريين. الفيديو ده هياخدك جوه أسرار الحضارة المصرية، مدن كاملة اختفت أسرارها ومفيش أي تفسير رسمي ليها. خليك معايا واستعد تكتشف العجائب. أول مدينة هنتكلم عنها مكتملة تماماً، بيوت، شوارع، أدوات حياة يومية، وكل حاجة موجودة زي ما كانت بتعيش فيها الناس. الغريب مفيش أي قبر، لا ملكي لا شعبي ولا حتى دفن عشوائي. العلماء احتاروا، هل دي مدينة مؤقتة؟ هل كانت للطقوس فقط؟ ولا السكان كانوا بيدفنوا في مكان سري بعيد؟ النقوش حوالين المدينة ما فيهاش أي تلميح، وكل التفاصيل بتشير إن المدينة دي معمولة بطريقة مدروسة جدا، كأنها جزء من نظام أكبر مجهول للباحثين. المدينة التانية اتبنت واتثابت فجأة، ومفيش أي دليل على حرب أو دمار. الأدوات لسه موجودة في مكانها والبيوت كاملة، وكأن الناس مشيت مرة واحدة. العلماء طرحوا فرضيات، هل ده بسبب كارثة طبيعية أم بسبب طقس ديني سري؟ الحقيقة لحد النهاردة مش واضحة، بس المدينة دي بتأكد حاجة واحدة: الفراعنة عندهم نظام حياتي وديني معقد جدا، لدرجة إن بعض المدن كانت بتختفي من التاريخ. أما المدينة الثالثة فالأغرب، عاشت فيها مجموعات بشرية سنين كاملة، لكن من غير أي مصدر مياه طبيعي واضح. مفيش نيل قريب ولا آبار محفوظة ولا قنوات مائية، ومع ذلك عاشوا الناس هناك سنين والبيئة صالحة للمعيشة. العلماء حاولوا يفسروا ده بنظريات: نقل المياه من أماكن بعيدة، نظم طقسية سرية، معرفة هندسية ضاعت على مدار الزمن، واللغز مستمر. حتى دلوقتي مفيش إجابة رسمية. أخيراً المدينة الرابعة، مدينة معمولة للطقوس فقط، ما فيهاش سكان دائمين، ما فيهاش دفن، ما فيهاش مقابر. المباني والنقوش كلها معمولة بطريقة رمزية، وكأنها كانت مكان عبادة أو تدريب للكهنة. يمكن تكون جزء من شبكة مدن متصلة، كل مدينة ليها وظيفة محددة، والفراعنة كانوا بيخططوا للمدن دي بعناية شديدة. نظام كامل غامض ومعقد لدرجة إنه محير الباحثين حتى النهاردة. المدن الفرعونية دي مش مجرد آثار، دي ألغاز حقيقية بتخلي العلماء في حيرة. المدن اختفت أو اتبنت بطريقة سرية، ومفيش تفسير واضح للدفن أو الحياة اليومية فيها. السؤال لك، إنهي مدينة من المدن دي أغرب بالنسبة لك؟ وهل تعتقد إن الفراعنة كانوا عندهم خطة سرية لكل مدينة؟ اكتب رأيك في التعليقات، ولو عايز فيديو جديد عن أسرار المدن الفرعونية الغامضة دوس لايك واشترك عشان يوصلك كل جديد.